السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناتي كل يوم جديد مع ام رحمة على اليوتيوب. النهارده يا حبايبي هنعمل بقى مع بعضينا كده صينية كنافة لذيذة جدا بحشوة بسيطة خالص. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل في الفيديو على طول. اذا عجبكم الفيديو يا حبايب قلبي لايك وشير وفعلوا لي زر الجرس واشتركوا لي في قناتي عشان يوصلكم كل جديد. انا معايا هنا نص كيلو من الكنافة، ومعايا المكسرات اللي انا هستخدمها عباره عن سوداني مجروش وجوز الهند. عندك انت اي مكسرات تانية تبقى كويسه جدا. معايا 3 معالق من السكر البودره، ومعايا هنا كوبايه الا ربع سمنه على زيت، نص كوبايه سمنه والربع زيت علشان ما تبقاش دسمه قوي او تقيله قوي كده في الاكل. معايا هنا نص كيلو من الكنافه زي ما انتم شايفين كده. هنقطعها كده. قطعت الكنافه كده زي ما انتم شايفين كده. هعمل ايه؟ اروح جايبه السمنه على زيت واخد شويه كده واروح بقى ايه مقلبه الكنافه كده مع السمنه والزيت، واحط ال3 معالق السكر واقلب ايه كله في بعضه كده. ميزة السكر البودرة ايه في الكنافة؟ بيخليها كده مقرمشة وجميلة، وفي السوا بيخليها كده لونها ذهبي وجميل. انا كده بقى ايه قلبت كده كله مع بعضه كده. معايا الصينيه اللي انا هستخدمها، دهنه بسيطه كده من السمنه، واخد جزء من الكنافه انا عايزه اسوي الكنافه ديت في الصينيه. هعمل ايه؟ اضغط عليها كده معايا طبق كده. اضغط الكنافه اجي بقى للمكسرات بتاعتي ارشها كده، يعني سوداني وجوز هند حاجه بسيطه. انا كده حطيت المكسرات. هبدا بقى ايه احط باقي الكنافه
بحاول اساوي الصينيه عشان ما يبقاش فيه مكان عالي ومكان واطي، يعني مكان فيه كنافه كتير ومكان لا. اضغط بقى كده. واجي برضو بنفس الطبق واضغط كده. كده باقي بقى ايه السمنه والزيت، اروح عامله كده مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 140. لازم يكون درجه حراره الفرن بتاعك هاديه علشان خاطر الكنافه تستوي من فوق ومن تحت ومن جوه كمان، مش تتحمر من فوق ومن تحت ويبقى ايه من جوه ني. نحط صينيه الكنافه في الفرن ونعمل مع بعض الشربات اللي هنستخدمه ايه للكنافه. هنجهز مع بعض شربات الكنافه. معايا كوبايه ونص من الميه وكوبايتين من السكر وكيس فانيليا ونص ايه ليمونه. يبقى انا حطيت كده كوبايتين من السكر، كوبايه ونص من الميه، وعصره نص ليمونه، ومعايا كيس من الفانيليا. كيس الفانيليا انا مش هحطه دلوقتي خالص، هقلب كده من النص. احط بقى ايه الشربات بتاعي على نار هاديه لمده 10 دقايق، وبعد كده هطفي عليه وافضي كيس الفانيليا واقلبه واسيبه بقى ايه كده في مكان يهدى كده ويبرد على بال ما الكنافه بتاعتنا تستوي. ايه رايكم كده في صينيه الكنافه؟ لسه مخرجاها حالا من الفرن. لازم وهي سخنه تروحي سقياها بالشربات. نسقيها كده بالشربات. حاجه لذيذه بسيطه مش مكلفه خالص. عملناها مع بعض النهارده. وكده سقيت الكنافه بتاعتي بالشربات. تشرب الشربات وبعد كده نقطعها مع بعض واوريكم الكنافه اللي عملناها النهارده. الكنافه شربت الشربات زي ما انا قلت لكم، سبتها كده هديت شويه. نبدا بقى كده ايه نقطع حته مع بعض عشان اوريها لكم. بسم الله. بسم الله. شايفين يا حبايبي الكنافه مشربه الشربات وحلوه ازاي، مستويه من جوه ومستويه من بره، مقرمشه من بره ومستويه من جوه. زي ما انتم شايفين كده عملناها النهارده طريقه سهله بسيطه ما خدتش مننا اي وقت. كل سنه وانتم طيبين.
انتوا عارفين بقى رمضان كل يوم لازم نعمل حاجة حلوة مع بعض. اتمنى الفيديو بتاعي يعجبكم. اذا عجبكم الفيديو بتاعي لايك وشير وفعلوا لي زر الجرس واشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.